حبايبي الحلوين اغلى متابعين، كل سنة وانتم طيبين وربنا يا رب يعود عليكم الايام بالخير وبالرزق وبالبركة. لو انت اول مرة بتشوفيني ياريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد، وما تنسيش كمان اللايك الجامد بتاعك عشان تشجعيني ان انا استمر. وخدي جولة في القناة بتاعتي بجد هتعجبك جدا جدا جدا، كلها روتينات تشجيعية وتحفيزية هتخليكي فعلا تقومي من مكانك تخلصي كل اللي وراكي. ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الروتين الجامد بتاعنا. طبعا المطبخ زي ما انتوا شايفينه كده كان حاله صعب جدا جدا جدا، فانت دلوقتي لو انت عندك مواعين ومطبخك برضو مكركب قومي حالا شغلي الفيديو ده جنبك واشتغلي معايا يلا وخلصي كل اللي وراكي. طبعا اول حاجة بتعمليها لما بتلاقي المطبخ بتاعك مكركب على الاخر وكله مواعين وكله كركبة ومش عارفة تبتدي منين، اول حاجة تبتدي بيها هي الرخامات بتاعتك. امسكي الرخامات بتاعتك نضفيها وظبطيها وحطي كل حاجة في مكانها. طبعا لو مطلعه ازاي زيت مثلا ازازة خل مش عارفة ايه، كل حاجة حطها في مكانها. وامسحي الرخامة بتاعتك ونضفيها كويس قوي وخليها زي الفل. زي ما انتوا شايفين الرخامة بتاعتي مليانة بقى، حاطة عليها دواء، على مثلا غطا الشفشق بتاع الخلاط، على مثلا برطمان السكر. فابتديت كده ان انا انضف واحط كل حاجة مكانها. وظبطت الدنيا، ظبطت الرخامة. مجرد بس ما انت بتروقي الرخامة وتحطي كل حاجة في مكانها، واللي عايز يتغسل بتحطيه في الحوض، بتحس قد ايه ان الموضوع بيفرق في نفسيتك ويفرق معاكي وبيشجعك اكتر ان انت تظبطي المطبخ بتاعك وتغسلي المواعين وانت في منتهى النشاط ومنتهى الحيوية. على الاقل يا ستي مزاجك مش حلو. قوليلي بقى انتي النهارده خلصتي كل اللي وراكي ولا لسه؟ لو انتي مخلصتيش يلا قومي اشتغلي معايا وظبطي كل حاجه معايا، متكسليش ابدا. ما تخليش الجو، مثلا احنا دلوقتي في امشير معروف ان الجو كده متغير، كده ساعه نحس ان الجو حر، ساعه نحس ان الجو برد، ساعه بتحسي كده ان الجو فيه تراب. فجو كده مش مستقر خالص، وجو كده يعني هوا او جو كده اللي هو جو التعب، عارفين من سخن البارد، من بارد لسخن. فانتي مش عارفة بصراحة، يعني مش عارفين نعمل ايه. فانتي خليكي في بيتك في الفترة دي، وما ننصحش خالص. احنا معظمنا عندنا حساسية، معظم المصريين بيعانوا من الحساسية، وانا كمان من بورسعيد فعندنا الرطوبة عالية، فبالتالي تلاقي كل البورسعيدية عندهم حساسية انف وصدر. فبفضل في الجو ده ان انا اقعد في البيت وان انا اخلص كل اللي ورايا وان انا استمتع بهدوء كده شوية، لان بصراحة ما بحبش الجو الهوا والتراب والحاجات دي خالص. طبعا احنا كلها خلاص ايام بسيطة ويبتدي اجمل شهر في السنة كلها، الشهر اللي احنا بنشحن فيه طاقة ايجابية كده، شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين وربنا يا رب يعود عليكم الايام بالخير. استعديتي لرمضان ازاي؟ وايه فكرتكم عن الاستعداد لشهر رمضان؟ هل فكرتنا بس التنظيف والتفريزات والحاجات دي، ولا فكرتكم ايه بالظبط عن شهر رمضان؟ بصراحة انا اهم حاجة عندي ان انا استعد روحانيا، ودي بقالي فترة كبيرة مش عارفة اوصلها، بقالي كذا سنة مش عارفة اوصلها للأسف يعني. دي حاجة مش حلوة خالص، بس انا بحاول السنة دي وبجتهد على قد ما اقدر، وربنا شاهد وعالم بيا ان انا فعلا بحاول ان انا اجتهد روحانيا، ان انا نفسي فعلا ربنا يبلغني رمضان. ويبلغني رمضان مش ان احنا نكون عايشين مثلا في شهر رمضان وبس، لا يبلغني رمضان ان انا اكون حاضرة رمضان بروحي، ان انا يعني فاهمين احساس ان انتي حاسة قوي بوجود شهر رمضان. مش عايزين نتلبخ زي كل سنة، نفسي بصراحة ودي بتمناها من ربنا، ويا رب ربنا فعلا يبلغنا شهر رمضان واحنا في افضل وفي احسن حال، ويبلغنا ليلة القدر ويستجيب مننا الدعوات والصلاة والقيام، مش مجرد كلام كده بس، فعلا الواحد نفسه قوي، نفسه ان هو يرتاح نفسيا يرتاح روحانيا. محتاجين قوي يا جماعة بجد شهر زي ده ان احنا نشحن فيه طاقة ايجابية تكفينا السنة كلها. فيا رب يا رب ربنا كده يعجل لنا بشهر رمضان واحنا في احسن حال واحنا في افضل حال، ونكون كده من الناس اللي هما مقبولين في شهر رمضان ويعتقوا من النار، ونكون مجابين الدعوات. في معلومة برضو سمعتها ان الصحابة كانوا بيجهزوا الدعوات بتاعتهم من قبل شهر رمضان، قبلها يعني ب6 شهور يفضلوا يجهزوا الدعوات بتاعتهم، ولما بيجي شهر رمضان يفضلوا يدعوا بيها على طول.
ولما بيخلص شهر رمضان بيستنوا الدعوات دي تستجاب، وما بيجيش شهر رمضان اللي بعديه غير وكل دعواتهم دي كانت مستجابة. نفسي بجد انا وكل واحدة بتسمعني ان احنا نكون من الناس دي، بجد محتاجين قوي قوي. المستحيل، مفيش حاجة اسمها مستحيل مع ربنا. كل حاجة ربنا قايل لنا كده في سورة البقرة، آه، كن فيكون. كن فيكون، بيقول الشيء كن فيكون. فيا رب، ربنا يا رب كده يجعلنا من عباده المتقين وعباده الصالحين، عباده اللي هم مجيبين الدعوات ان شاء الله باذن الله. واحنا مع بعض كده ونبتدي شهر رمضان. نفسي يا بنات بجد تشجعوني، نفسي تخلوني كده استمر. اي واحدة بتستفيد حتى لو بكلمة، تكتب لي كومنت حلو منها، تعملي لايك كده، شجعوني بجد. نفسي ان انا فعلا شهر رمضان ده يكون جاي عليا وانا ربنا يرضيني في القناة بتاعتي، لان فعلا انا بقالي سنين كتير قوي بتعب قوي في القناة وبشتغل عليها، وكان عندي قناة قديمة. فنفسي بجد حلمي يتحقق، يا رب يا رب يا رب حلمي يتحقق. وكل واحدة لها أمنية وكل واحدة لها طلب عند ربنا، ربنا يا رب يحققه لها ويقول كده لأحلامها كن فتكون بإذن الله. برضو من المهم قوي قوي يا بنات، واللي انا بهتم بيها جدا وخاصة في الفترة الأخيرة، ان انا يجي عليا شهر رمضان وانا منضفة البيت. موضوع مش موضوع مثلا دلع او موضة، لا خالص، بجد دي حاجة كويسة جدا ومن الحاجات الشائعة في الفترة الأخيرة ومنتشرة جدا، بس حاجة إيجابية مش حاجة سلبية. ان احنا فعلا يجي علينا شهر رمضان وبيوتنا نظيفة، وننسي في ترتيبات العيد بتبقى ترتيبات تانية بقى غير التنظيفات. يعني ما نضيعش وقتنا في مثلا 10 الأواخر من رمضان في غسيل سجاد وستاير ومش عارفة ايه، لا حاولي ان انت تنجزي كل ده من قبل شهر رمضان، وان احنا يجي علينا العيد واحنا بس كده بنظبط من على الوش. لان فعلا مش عايزين نضيع اي يوم من ايام الشهر الفضيل ده، ايام مفترجة وايام جميلة. وبجد نفسي ان ربنا يعني يخلينا ان احنا نستشعر الروحانيات الحلوة دي. فانتوا يا بنات بجد 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 موضوع التنظيفات ده موضوع مهم. شوفي بقى عندك ستاير عايزة تغسليها، عايزة سجاد عايزة تغسليه، ان انتي مثلا عايزة تنظمي الدولاب بتاعك، دولاب اولادك، فابتدي من دلوقتي، ما تكسليش. لسه قدامنا اهو اسبوع ان شاء الله او اكتر كمان، فما تكسليش ما تكسليش ما تكسليش. لا، عايزين فعلا ان احنا نستقبل كده شهر رمضان واحنا بيوتنا نظيفة. والناس اللي هي بتصدر طاقة سلبية وتقول ده أسوأ شهر رمضان جه علينا عشان ارتفاع الأسعار والحاجات دي، الكلام ده مينفعش يتقال مع ناس قريبين من ربنا. دايما بقولها، الإنسان الراضي بيكون سعيد. راضية قليل كتير، طول ما انت راضية ربنا هيجعلك سعيدة. ومش كده وبس، هو في واحدة عمالة تتكلم، بس يا حبيبتي عايزة اتكلم، بس يا رنزة، دي بنتي رنزة. فطول ما انت راضية ربنا هيجعلك سعيدة، وهيزود الخير عندك، وفي بيتك هتلاقي الخير بيزيد أضعاف مضاعفة. بصوا بقى، هنا انا كنت كده خلاص ظبطت المواعين الكتيرة اللي انتوا شفتوني عملتها دي، وفي كمان حلل والله كمان ما صورتهاش معاكم. وهنا بقى خلاص كنت بقى الارض كانت بجد بشعة، فانا عند المطبخ ضيق مش بعرف اصور لكم الارض، يعني مش بعرف اوطي بقى واشيل واحط كده وانا حاطه الكاميرا. ف دعكت الارض بقى دعكه كده محترمه قوي قوي بالميه السخنه بقى، وحطيت بقى اللي هو اسمه ايه يا ربي، غسيل المواعين ده اسمه ايه نسيته، اللي هو فيبا، بتاع غسيل المواعين، حطيته في الارض ودعكت الارض بجد خليتها روعه. وكمان زي ما انتوا شفتوا كده عملت كمان البوتاجاز. واخر حاجه بقى، اخر حاجه كده بالنسبه لي الحوض، برضو كده دعكته كده دعكه محترمه. فبصراحه كان بقى في الاخر بقى بيلمع. فانا بقولك دلوقتي لو انت وصلت لغايه هنا، فانت من فضلك ما تبخليش عليا من اللايك الجميل الجامد بتاعك ده، وكمان تقومي تتشجعي وتخلصي اللي وراكي وما تكسليش ابدا. واعملي نفسك كده حاجه سخنه كده وحاجه رايقه كده حلوه زيك، علشان تتشجعي وتتنشطي وتروقي على نفسك. كلنا عندنا مشاكل وكلنا بيجي علينا وقت بنتقفل، بس لازم بيجي عليك وقت برضه تفوقي بنفسك شويه، وان انت تهتمي بنفسك شويه. وصحتك النفسيه دي اهم واغلى من اي حاجه في الدنيا.
فلا قومي كده ظبطي نفسك وظبطي حالك، ما تبصيش ابدا لشغل البيت ان هو عبء عليكي، بالعكس فكري في النتيجة، ان بعد ما هتنضفي او بعد ما هتخلصي هتقعدي في بيت رايق، بيت نظيف، تعملي نفسك كده كوباية شاي وانت مطبخك زي الفل. فما تكسليش ابدا خالص خالص خالص. قومي شوفي اللي وراكي، قومي اعملي اللي وراكي وانجزي شغل بيتك، لان محدش هيجي ويساعدك يا هانم، كل حاجة فوق دماغنا احنا. فلا نهون على نفسنا وتشوفي نفسك برضو وتشوفي حالك، ان انتي ما يبقاش لود عليكي. بالعكس فكري انا ازاي هبسط نفسي النهارده، هكافئ نفسي ازاي. دايما المكافأة للنفس دي، الناس اللي بتعمل كده بجد مش بتستنى لا كلمة حلوة من حد ولا بتستنى شكر وتقدير من حد. انت اشكري نفسك وقدري نفسك بنفسك، هتلاقي نفسك مستغنية عن كل الناس. اللي يقرب منك اهلا وسهلا، بس اللي بيتعبني من غير تعب ومن غير زعل ببعد عنه على طول، لا بيفرق في نفسيتي ولا بيأثر فيا. فالحمد لله على كل حال، الحمد لله على نعمة الاستغناء، ان احنا نقدر نستغني، ان احنا منتعلقش بحاجة بتضايقنا. ف بجد انا مبسوطة بالروتين ده معاكم النهاردة. بصوا بقى كده كافئت نفسي، الكلام والله العظيم الكلام اللي انا بقوله لكم اصلا انا بعمله. فبعد ما خلصت بقى المطبخ، المعركة الفظيعة الشنيعة البشعة دي، قدرت ان انا اكافئ نفسي. يعني عملت بقى لنفسي فنجان القهوة بتاعي، وجبت لنفسي كده حاجة حلوة بسيطة، بس الحمد لله رب العالمين. كنت مبسوطة جدا ان انا عملت كده لنفسي وان انا كافئت نفسي النهاردة. فبجد لو انت وصلت لغاية هنا فيا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتحطي اللايك الجامد بتاعك وتقولي لي انت منين واسمك ايه، عشان ارحب بيك ان شاء الله في الفيديو الجاي. وبحبكم كتير قوي، وشكرا بجد لكل حد بيشترك عندي في القناة. انا مبسوطة بيكم قوي، وان شاء الله باذن الله قناتي هتكبر بيكم وهتبقى من اكبر القنوات على اليوتيوب. ده امل اللي في ربنا، عشان انا تعبت كتير، بس انتوا كمان لازم تساعدوني ان انا اقدر اوصل وقناتي تحقق انجاز كبير باذن الله. وقولولي حتى كمان اقترحوا عليا تحبوا نتكلم في موضوع ايه، نتكلم بعيد عن الروتين ولا نتكلم في الروتين وبس. فمستنية بجد تعليقاتكم، مستنية كومنتاتكم، مستنية لايكاتكم، مستنية تشجيعكم ودعمكم ليا. فشكرا ليكم قوي، واشوفكم على خير ان شاء الله في روتين جديد وفيديو جديد، وباي باي.